شايف النور الاصفر ده وزنة لمبة، ممرات كلها شبه بعض، حيطان كلها نفس النمط. السؤال هنا ازاي لقطة عادية تبقى مرعبة اكتر من وحش بيتنطط في وشك؟ النهاردة هنحكي حكاية الباك رومز من اول صورة اتحطت على النت لحد ما بقت اسطورة رعب مشتركة. البداية كانت سنة 2019. صورة المكان أصفر فاضي مرهق للعين، اتنشر في ثريد على فورشان ده بالعربي زي منتدى، زي تويتر أو ريدت، ومعاها تعليق. بس التعليق ما كانش زي بوست انت هتنزله وهتحط عليه كابشن، لا ده كان ريبلاي لواحد سأله عن ماهية الصورة. الريبلاي مش موجود دلوقتي على فورشان بس اتأرشف في مواقع تانية. الريبلاي ده كان محتواه لو ما كنتش واخد بالك وبعدت عن الواقع في الأماكن الغلط تحس ان في حاجة مش راكبة، صح؟ الترجمة جينيريك. يعني ايه بعدت؟ يقصد ايه بنو كليب اللي هو كاتبها في الريبلاي؟ نو كليب دي معناها جليتش بيحصل في الألعاب، بيخلي اللاعب يخش جوه الحيطان او يخرج من الماب. ساعات زمان لما كنا بنلعب الألعاب اللي مش بالجودة اللي هي موجودة دلوقتي كنا بنستخدمها كنوع من الباجز عشان نستفاد. المصطلح ده برضو بيشير على ان الشخص يقع في عالم الألعاب بالغلط. نرجع للريبلاي وعايزك تتخيل معايا لو ما كنتش واخد بالك وبعدت عن الواقع في الأماكن الغلط هينتهي بيك الطريق في الباك رومز. ريحة سجاد مبلول، جنون اللون الأصفر، وصوت زنة اللمبة، وحوالي 600 مليون ميل مربع من الغرف الفاضية عشان تتحبس فيها. God save you if you hear something wandering around nearby because it sure as hell has heard you. ربنا يحفظك لو سمعت حاجة جنبك لأنهم أكيد سمعوك. بعدها اتكون تعريف أوضح للباك رومز، مكان خيالي أشبه ببعد موازي بيوصل له الناس لما تنو كليب من الواقع. مساحته لا نهائية، الغرف متكررة والإضاءة خانقة. التعريف ده اتسجل كمان في مراجع عامة وثقافية وبقى جزء من قاموس الرعب على النت. طيب ليه بنخاف من لقطة مكتب فاضي؟ ليه احنا كبشر بنخاف من الأماكن الفاضية؟ هنا بيجي مفهوم الليمينال سبيس. هي منطقة انتقالية بين نقطتين في الزمان، زي قبل الفجر بدقايق مكتب فاضي بعد ما الكل مشي، وفي المكان برضو زي ممرات طويلة فاضية، مترو الساعة 3 الفجر. طب ليه احنا بنحسها مقلقة؟ لأنها بتديك إحساس إن في حاجة غلط، إن في حاجة ناقصة، غياب البشر، غياب الوقت، غياب أي علامة حياة، فبيتولد توتر. الرعب هنا مش صدمة، الرعب هنا سؤال مفتوح: فين الباقي؟ وليه المكان صاحي وأنا لوحدي؟ المجتمع موقفش، انت متخيل؟ بسبب صورة واحدة كمية تكهنات رهيبة عن المكان. الناس عملوا مستويات أكن كل مستوى فيه وحش مختلف، وناس عملت كيانات مرعبة، خرايط وقصص إلى آخره. وسط الحكي ده كله حصل حاجة مهمة. في 2022 سلسلة فيديوهات قصيرة اتنشرت على اليوتيوب بتصور الباك رومز على إنها لقطات فوتج بكاميرا قديمة. الإحساس كان واقعي لدرجة ناس كتيرة نسيت إن هي جرافيك. السلسلة دي شدت اهتمام الناس وخلت الفكرة تدخل التيار العام. الاسم اللي هتسمعه دايما هنا هو كين بارسونز، معروف باسم كين بيكسلز. من هنا بقى واضح إن أدوات بسيطة تكفيك تعمل عالم كامل. كاميرا تتهز، صوت همهمة من بعيد، تدرج لوني مصفر، ممرات متشابهة. الرعب بيركب على التفاصيل الصغيرة. كل لقطة بتديك إحساس إن في حاجة وراك مع إن مفيش حد. مع الوقت الأسطورة دي خرجت من شاشات اليوتيوب، بقى في ألعاب كتير مستوحاة من العالم ده. بس خد بالك، مش كل لعبة على نفس المستوى. بمعنى إن كل لعبة مثلا هتقدم مستوى، المستوى ده هيبقى فيه كيان معين. كمثال في المستوى الثالث المفروض الانتيتي الموجودة في المكان اسمها سمايلر، ودي كائنات ذكية وشريرة جدا بتكون منتشرة في مناطق الباك رومز اللي فيها إضاءة قليلة. لحد النهاردة طبيعتهم فيها لغز كبير ومش مفهوم بالكامل. المهم إن المعنى حاضر: متاهة، هدوء، وسباق. مواقع الألعاب والصحافة كتبت عن انتقال الفكرة للتيار العام وعن خطط لمشروعات أكبر
مبنية على السلسلة، لحد ما اتعلن عن مشروع فيلم سينمائي مبني على الباك رومز. طيب فين الحقيقة؟ مفيش نص ديني بمعنى ان الباك رومز دي مش موجودة في الأديان، ما تذكرتش ان في حاجة زي كده. هي المشكلة في ايه؟ انك لما تبص على الباك رومز تحس ان هي متركبة مش عشوائية، اللي هو محطوطة بنظام. انت لو حبيت تفككها مثلا وتشوف ايه اهم العناصر اللي فيها، لون اصفر مديلك رسالتين، المكان منور بس مش في مصلحتك، صوت اللمبة. طب والزمن؟ الزمن مش واضح، مفيش شمس، مفيش ساعة، مفيش بشر غيرك. والمتاهة نفسها، تخيل نفسك ماشي في شارع معين وفي حارة معينة انت محتاج تخشها، بس انت مش عارف ايه اللي جوه الحارة دي، ايه اللي مستخبي ورا الحيطة دي، لدرجة ان في ناس ممكن تقتل نفسها من الخوف. الغريب ان العالم ده بيسمح لتفسيرات كتيرة جدا. الناس بتشوفه استعارة للوحدة الحديثة، ألا وهي شعور بالعزلة يرافقه شعور بالوحدة رغم التواجد في بيئة اجتماعية. الناس بتربطه بملفات العمل والمكاتب اللي بتاكل العمر. ناس تانية شايفاه ان هو جليتش في مدينة كبيرة فيها ناس كتير بس كل واحد لوحده. طب أهم سؤال، مين اللي نشر الصورة؟ الحقيقة ان هو كان مستخدم مجهول، يعني مفيش اسم شخص معروف، وحتى الرد اللي سمى فكرة الباك رومز كان برضو مستخدم مجهول. بس في خبر كويس، المكان احنا عرفنا نحدده. الصورة اللي بدأت كل ده اتحدد مكانها بجد، مش بعد موازي، في ويسكونسن فوق محل اسمه هوبي تاون. الاكتشاف جه بعد ما في ناس كتير نبشت في أرشيف الويب ولقوا صفحة قديمة من سنة 2003 بتوثق تجديدات للمكان ده، ومعاها نفس الأوضة متصورة ومكتوب عليها إيست أوفال روم ومتسجلة باسم ملف بعد التجديد. الأوضة اتقلبت حرفيا لحلبة سباق عربيات اسمها ريفولوشن ريسينج. يعني الباك رومز كانت فعلا غرف خلفية لمحل. بس يا سيدي، وهو ده الحوار.